هنا لقينا ولأول مرة اصطدام ما بين طلبة وما بين إدارة جامعة بيدخل فيها الأمن من خلال ما يطلق عليه بالبودي جاردات. شفنا طوب، شفنا إصابات، شفنا يعني الوضع ده عاوزين يعني قررنا تكون حلقتنا النهارده. إذا كنا بنتكلم عن اقتصاد واحنا ماشيين في سكة الاقتصاد مرتبط جدا بالموضوع ده، وهقول لكم في آخر الحلقة ليه. احنا برضو عاوزين نعرف لما جينا تابعنا موضوع جامعة مصر الدولية اللي هي على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، لقينا ان الجامعة دي واخدة قرار جمهوري بإنشاء الجامعة، لكنها مبنية على زمام جمعية أحمد عرابي. أحمد عرابي هي تقسيم وأحواض ممكن تكون يعني ليست لها تراخيص مباني. برضو الكلام ده احنا هنتابعه وهنعرفه وهنعرف المشاكل ماشية ازاي. احنا معانا اتنين من طلبة الجامعة. معانا الأستاذ عبد السلام نشأت منسق الكليات في الحركة الطلابية، أهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك. ومعانا الأستاذ أو الطالب أحمد فرغلي منسق كلية الهندسة، أهلا بسيادتك معانا. احنا هنخرج لتقرير هنشوف جزء من الصدام الذي حدث بين الطلاب والأمن أو ما يطلق عليه بالبودي جاردات، ونعود إليكم لنبدأ حلقاتنا. تابعونا. الناس كانت معتصمة بالليل، جم ضربوا الاعتصام وضربوا الناس وعوروا 6. جينا النهارده مكملين اعتصام، مكملين سلمية، طلبنا ان احنا نخش الجامعة. صدوا، رفضوا الطلب تماما، صدوا لينا وقلنا مفيش دخول، وابتدوا بضرب تصفيات الحريق. بعد كده رموا طوب، الشيء الطبيعي بعد ما رموا طوب انت بتدوس عليهم بطوب. بعد كده شفنا حاجات بقى جديده، يعني حاجات تخليك تستغرب، ما تفهمش انت هل دي جاردات ولا هل دي بلطجيه ولا ايه دول بالظبط. ضربوا عليك خرطوش ووقعوا كذا حد، وفي بنت خدنا خرطوش هنا وناس كتير اتصابت. دخلنا الست اللي هو ممدوح اللي هو المفروض مدير امن الجامعه، المفروض واحد مسؤول وصاحب قرار، طلبناه بكل احترام ان هو يقدم استقالته. في الاول رفض او استهان بالموضوع، قعد يضحك ويقول انا استقالتي متقدمه من الاول وانا مش عايز اقعد في الجامعه. قلت له بعد اذنك حضرتك راجل مسؤول ومحطوط في مسؤوليه حضرتك مش قدها، فبعد اذنك زي ما الناس حضرتك مسؤول عن ان هم اتضربوا، بل ما تطلع ويحصل فيك مشكله او انك تتضرب. الناس دي كلها سخنانه ودمها حامي عشان عايز تاخد حقها، واتضربت واتبهدلت واتعورت. بعد اذنك قدم استقالتك عشان تخرج من الصوره. وحصل فعلا مضينا له استقالته. المفروض الاستقاله عشان تتم تصدق على اداره الجامعه، بس اداره الجامعه بالنسبه لنا مش شرعيه. مجلس امناء الجامعه كله لازم يتحل. اداره الجامعه اللي تجيب لنا بلطجيه جردات يقفوا قدامنا لازم كلهم يمشوا، واحنا ان شاء الله مش هنمشي غير لما حاولنا تتعمل. والموضوع وسع اكبر من قرارات الرفض واكبر من تامين الطريق، وصل لاداره جامعه بتتعامل معانا ان هي بلطجيه، وهم اللي بلطجيه جايبين لنا جردات عشان يمنعونا. دلوقتي يا جماعه احنا مضينا اللي هو ممدوح مدير امن الجامعه على استقالته، ناقص رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه، تمام؟ شد القومي وحمدي حسن دلوقتي، وعلي ابو بكر اللي في ايده هيمشيهم هو مستشار لابس بدله كحل هناك ده. كمان نوره هو اللي هيقدر يمشي الناس دي، هو اللي في ايده الاستقاله.
حضرتك الناس دي قاستنا، حضرتك لازم تمضي على الكلام ده حالا حالا اذا سمحت. حضرتك مضطر تمضي عليه اذا سمحت، لان احنا قد ولاد حضرتك. انت احفادي طبعا احفاد، يعني يرضيك حضرتك يحصل فيه كده. فانا الموضوع كمان ما يخصش جامعه مصر الدوليه بس، يخص كل الجامعات الخاصه. يعني انا طالب في الجامعه البريطانيه متضامن معاهم، واذا الكلام ده الناس دي ما جالهاش حقوقها هيبقى الرد اقوى من ده ب 100,000 مره. مش هنا بس، لا عشان دي حقوق حضرتك. في ناس الراجل ده متعور وانا اتعورت. ماشي بس ده مش مؤسسه تعليميه، انا ما بدفعش فلوس عشان انا اجي ادفع هنا وكده. احنا تابعنا هذا التقرير نقلا عن المصري اليوم. معلوماتنا عن ما حدث في جامعة مصر الدولية أن هناك طالب قد توفى، حصلت اعتصامات لمدة 17 يوم، ثم بدأت الاشتباكات بين الأمن والطلاب مساء الاثنين وتصاعدت يوم الثلاث. شفنا مية، شفنا خرطوش أو سمعنا عن خرطوش، أيضا طوب، شفنا إصابات بالغة، تصاعدت المطالب للطلبة بإقالة نائب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة. احنا نسمع من الأستاذ عبد السلام نشأت القصة إيه بالظبط. اتفضل يا أستاذ. هو زي ما حضرتك ذكرت، الموضوع بدأ بأن كان لينا زميل اسمه أنطوان سامح الله يرحمه، كان توفى على الطريق مصر إسماعيلية. والطريق ده مشكلته مش ابتدت السنة دي بس، لا الطريق ده من ساعة ما فتحت الجامعة وبيحصل وفيات كتير جدا عليه، وخصوصا كمان إن عندنا عيادة في أسنان بيجي لها ناس بيتوفوا ومحدش يسمع عنهم حاجة تماما. فبعد ما زميلنا أنطوان توفى، ده كان في شهر ديسمبر 2012. طب أنطوان توفى بيعبر الطريق ولا هو واقف على الطريق؟ لا، كان مستني والده، على جايله. الطريق، يعني كان واقف. كان واقف على الطريق، كان مستني والده وجت عربية دهسته وتوفى في الحال. تاني يوم في الجامعة كان في غضب كبير جدا من الطلاب، لأن مطلب بتاع الطلاب كان تأمين الطريق من فترة، من سنتين تقريبا، كان الناس بتنادي إن الطريق ده يتأمن. توفى أنطوان، وزي ما قلت لحضرتك كان في مظاهرة كبيرة جدا تاني يوم. المظاهرة دي كانت بتطالب إن الطريق يتأمن أو إنشاء كوبري مشاة عشان ما فيش أي حد يحصل له حاجة وهو جاي الجامعة. الجامعة ساعتها ردت علينا وقالت لنا إحنا هنخاطب كل الجهات المسؤولة، وهنحاول نخاطب هيئة الطرق والكباري والجيش عشان ينشئوا الكوبري. الفكرة إن الجامعة فضلت تماطل جدا وتزود في الوقت وما جالناش أي رد ولا أي حاجة. استنينا دخلنا في شهر وما فيش أي رد من الجامعة. حصلت مظاهرة تاني من الطلاب بعديها حوالي 3 أسابيع. الجامعة خدت إجراء تعسفي برفض 4 طلاب. كان في بنت اتخبطت. كان في كمان، لا ده لسه قدام، يعني كان في مظاهرات ظهرت بعد وفاة أنطوان، الجامعة خدت موقف تعسفي رفضت 4 طلاب. المهم ان الطلاب دول اترفضوا مع بدايه الترم الثاني، فظهرت مظاهرات بتنادي بان الطلاب دول لازم يرجعوا. الفكره في حاجه، ان الدنيا بدات تهدى وان الجامعه قالت هتاخد خطوات، وهي ما خدتش اي حاجه. كان في زميله لينا ثانيه في كليه صيدله بتعبر الطريق برضه، اللي هي اسمها هدير اتصابت. طبعا ساعتها خلاص، يعني احنا فاض بينا الكيل، هنستنى لما كلنا نموت مثلا عشان الجامعه تحس؟ مفيش فايده. عملنا مظاهرات تاني، وساعتها طلعنا للدكتور حمدي حسن، قلنا له لو سمحت ورينا ورقه رفض الجيش، او ورينا اي هيئه او اي جهه معنيه تورينا ورقه الرفض بتاعتها. رفض يسمعنا تماما. وبعديها تاني يوم فوجئنا ان الجامعه رفضت 10 طلاب وحولتهم للتحقيق. طبعا الجامعه الطلاب كلهم كان غضبوا من القرار ده. وبعديها بعد ما ال10 طلاب دول اتحولوا للتحقيق واترفضوا، كان في اعتصام مفتوح قدام باب الجامعه. الطلاب كانوا بيطالبوا في الاعتصام ده تأمين الطريق وعودة الطلبة المرفوضين اللي هم الجامعة أجرت إجراء تعسفي برفضهم. المهم إن الطلبة دول كان بينزل عملاء كتير قوي يتكلموا، ومسؤولين في الجامعة يتكلموا معانا، يقولوا لنا قضوا الأسبوعين دول واحنا بنوعدكم إن الغياب هيرجع لكم. قضوا الأسبوعين دول وهنرجع لكم الغياب. مش بس كده، دول جابوا أولياء الأمور بتوعنا واجتمعوا مع دكتور شبل الكومي رئيس الجامعة، وقال لهم احنا بنوعدكم إن أولادكم مش هيحصل لهم أي حاجة ولا هيترفضوا ولا هيتأذوا. الجامعه رمت كل الكلام ده وما نفذتهوش، كل الوعود اللي قدمتها ضحكت على الناس بيه. تاني يوم لقينا ان الاستمرار الرفض موجود والغياب ما بيتحسبش، والطلبه دي في معظمهم كتير جدا منهم هيتخرجوا ومستقبلهم على المحك وكان هيضيع. المهم ان في الاعتصام فضل مستمر حتى بعد فتره رفض الطلاب. الاعتصام فضل مستمر عشان تامين الطريق، وتاني حاجه عشان الطلاب دول الغياب بتاعهم ما يتحسبش. المهم واحنا في واحد زميلنا كان معتصم معانا اسمه عمر ياسين. عمر ياسين كان بيعدي في يوم برضو الطريق،
الجامعه قالت ان وفرت خدمه اتوبيس بيلف كل شويه عشان يامن الطلاب. عمر ياسين هو اول ما وصل ما لقاش الاتوبيس ده. طب انا استاذنك، بس احنا معانا الاستاذ سامح، والد الشهيد انطوان اللي هو توفى وقامت بمناسبته مظاهرات جامعه مصر الدوليه. اهلا بسيادتك معانا في البرنامج. اهلا بيك. احنا بنعزي حضرتك اولا، وعاوزين نعرف من حضرتك يعني ملابسات الحادث ايه بالنسبه لابنك الشهيد انطوان. هو اولا بشكر حضرتك. هو اللي حصل ان انا جالنا تليفون ابنك واقع قدام الجامعه، فانا رحت هناك بسرعه عشان اشوف ايه الوضع. لقيته واقع مرمي في الطريق قدام الجامعه في المكان اللي بينتظروا فيه المواصلات. ولو حضرتك رحت هناك مش هتلاقي في رصيف، هم سايبين الدنيا من غير رصيف قدام الباركينج بتاع الجامعه على طول. اللي عرفته ان كانت عربيه نص نقل ماشيه بسرعه، وهو واقف مع ناس في وسط ناس يعني مستنيين المواصلات، خبطته. ده اللي انا عرفته بعد كده. لما من الاحداث اللي حصلت بعد كده عرفت ان حصل قبل كده حوادث، وان الناس طلبه كانوا بيطالبوا الجامعه انها تعمل رصيف او تعمل كوبري مشاة، لكن ما اعرفش يعني ايه سبب تاخير تنفيذ المطالب. والتطورات اللي بقت بعديها كده حضرتك اكيد زمايله حكوا لك عليها. هو العربيه طلعت له على الرصيف يعني، او هو مفيش رصيف، العربيه طلعت وتوفى في الحال. هو حضرتك في حته بيسموها زي الطبان اللي هي بعيد عن الاسفلت، اللي هي المفروض انها تراب كده، هو كان واقف فيها تحت يافطه من اللي هي بتاعت الجامعه، الناس بتقف فيها عشان تنتظر الميكروباص او اي حاجه ترجعهم. هو حضرتك اعتقد معتصم في الجامعه مع الطلاب. نعم. انت حضرتك اعتقد ان حضرتك معتصم في الجامعه مع الطلاب. لا يا فندم، انا مش معتصم في الجامعه، لكن انا اللي رحت زرتهم النهارده لما لقيت صور ولاد في سن ابني متعورين وغرقانين دم ومضروبين. فالولاد دول عملوا لي سبورت جامد جدا بعد الحادثه بتاعت توني، وكانوا وقفوا معانا وكانوا بيتصلوا بيا يوميا تقريبا يسالوا عليا وعلى اخوه وعلى والدته. فانا لما لقيت المنظر ده انا حبيت اقف معاهم عشان ما اشوفش حد فيهم ولا اهاليهم تشوف حد فيهم زي ما انا شفت ابني يعني. طب انت شايف انت يعني عشان طبعا هو البقاء لله، لكن انت شايف عشان يرجع او انت تحس ان حق ابنك رجع، شايف ان المفروض يحصل ايه؟ حضرتك حق ابني عند ربنا، ده اكيد. ما انا مفيش حد هيرجعه ومفيش اي حاجه هترجعه، فهو عند ربنا وربنا هو اللي يصبر. لكن ما ينفعش ان احنا يعني لو في ايدينا حاجه ما نعرضش فيها اولادنا للخطر، المفروض تتعمل. والمفروض ان كل الجهات يعني تساعد، سواء الجامعه او الطرق او المسؤولين عن الطريق نفسه، ان هم اللي يساعدوا، لان اي واحد معرض ان ابنه يبقى في نفس المكان ده. طبعا. ده انت شايف ان الجامعه اثرت انها في موضوع الكوبري هو المشكله، ولا حرم الطريق هو المشكله؟ لا حضرتك، انا بالنسبه للتفاصيل انا ما عنديش تفاصيل قوي بالنسبه، لكن من الواضح ان في تقصير، حتى لو ما فيش تقصير من الجامعه انا ما عنديش فكره. لكن كون ان الاولاد تنضرب في الجامعه عشان بيطالبوا بحق هو ده التقصير. لكن التفاصيل الثانيه ابقى غلطان لو حكمت عليها من غير ما اسمع من الجامعه او اعرف. لكن كل اللي حصل ان انا الاقي اولاد زي اولادي مضروبين ومتعورين بسبب ناس في الجامعه جابتهم يضربوهم، ده التقصير. كون الاجراءات المفروض تتبع وان هم يعملوا كوبري او ما يعملوش، او اذا كان في زي ما بيقولوا المسؤولين هم اللي رافضين وهم طلبوا، انا ما اعرفش
مدى صحه الكلام ده، لكن اللي انا اعرفه ان ما ينفعش ولادي اروح اوديهم او ابني اوديه جامعه تاجر حد او توظف حد عشان يضربه حتى لو هو كان بيطالب بحاجه. لكن مش دي الاصول اللي متعارف عليها في اي حته. لكن كون ان الجامعه اثرت في الكوبري او ما اثرتش دي اللي يثبته حضرتك مستندات او لما حد يسال حد مسؤول في الجامعه. احنا بنعزي حضرتك مرة تانية، والبقاء لله نحسبه عند الله من الشهداء، وبنشكر حضرتك. أستاذ أحمد، أنا شفناك في التقرير بتتكلم وسط المظاهرات. أنا عاوز أسألك سؤال، هو المسافة ما بين حرم الطريق وبين الجامعة قد إيه تقريبا، كم متر؟ لا كبير اللي حضرتك بتتكلم فيه، في مساحه باركنج كبيره بين الطريق والجامعه. الطريق الرئيسي والجامعة. طب هو ما فيش رصيف، طب ايه المشكله بقى تخلي عربيات تدخل او يعني؟ لا هو ما فيش رصيف، الفكره ان الباركنج فيه الحواجز بتاعه المرور اللي بتتحط دي. لو عربيه مثلا حدفت او حاجه هتخش في العربيه، هتخش في البني ادمين. ما فيش اي حاجه تفصل بين الباركنج بتاع الجامعه والطريق السريع. يعني انت ترفع مثلا رصيف ولا تعمل ايه؟ ما فيش اي حاجه. يعني لا انت بتطالب بايه؟ لا في كذا مطلب، يعني انا بس عايز اتكلم في حاجه في موضوع الكوبري ده. احنا كان هدفنا من الجامعه انها تحاول تعمل كوبري، ولو في رفض رسمي طالما من حاجه يعني اثبت لي حضرتك حاولت وهات المستند اللي يثبت كده، وانا هتعامل مع الجهه اللي رفضت، والجامعه تخرج من الصوره، اداره الجامعه تخرج من الصوره، احنا الاهالي هتعامل بطريقه مع الجهه اللي رافضه، اللي هي رفض حاجه زي كده. مره قالوا دكتور حمدي حسن يقول ده مستند رسمي ما ينفعش يظهر للطلبه، اللي هو نائب رئيس الجامعه. مره دكتور علي ابو بكر مسؤول برضه في الجامعه يقول ده رفض شفوي. طب الجامعه من الاول ما كانتش واضحه فردودها مختلفه، لما الجامعه تبقاش واضحه ده برضه بيزود الغضب. انا كل اللي بطلبه من حضرتك اثبت لي ان كلام حضرتك صح واخرج من الصوره وانا اتعامل مع الجهه الثانيه. الجامعه عملت ميكروباصات تعدي الطلبه الناحيه الثانيه والناس اللي بتراجع على بتاعت اسنان. مره انا كنت رايح في مواصلات، فكانت راكبه معايا مريضه، بقول لها طب استني الميكروباص بتاعك يجي يعديكي. قالت لي لا انا امبارح فضلت مستنيه تلت ساعه واتاخرت على العياده ورحت وما اشتغلوليش. الفكره انا بتكلم في الميكروباص ده بيختصر الطريق ويعدي. يعني هو مثلا ممكن عشان يلف ويرجع تاني من اول يوتيرن ويرجع تاني يلف تاني فيها ربع ساعه مثلا، فهي اتاخرت على العياده وما اشتغلوش، فجت تاني يوم انا بقول لها استني عشان حضرتك ما تتصابيش او حاجه، ما رضيتش واصرت انها تعدي على رجلها عشان يروحوا يشتغلوا لها عشان ما تجيش مشوار على الفاضي. يعني حضرتك عارف طبعا ان الجامعه مشوارها بعيد في طريق اسماعيليه، يعني ما فيش منطقه عمار قريبه منها اصلا يعني. وطبعا شعور محزن جدا ان واحد يودي ابنه الجامعه ويصرف عليه ودي مصاريف خاصه وفي الاخر يتوفى. وانا لو يعني برضو اداره الجامعه ما قدرتش انها تراعي شعور الطلبه لما زميله يعني يتوفى وسطيهم وزميله تصاب. استاذ عبد السلام انا قطعتك وانت بتكمل، يعني كملي بقى مع تمام. انا زي ما قلت لحضرتك الاعتصام فضل مستمر نظرا للرفض التعسفي اللي حصل للطلاب ومطلوبهم الشرعي جدا في تامين الطريق. فوجئنا ان اثناء الاعتصام زي ما قلت لك ان كان في واحد مشارك في الاعتصام كان بيعدي الطريق برده وهو جاي الجامعه، ما لقاش الخدمه اللي الجامعه بتدعي انها موجوده على طول، اللي هو الاتوبيس اللي بيعدي كل فتره، وكان هيصاب وكان في عربيه برده هتخبطه. فاثناء وجوده خارج حرم الجامعي كان بيتكلم مع زملائه وتفوه بلفظ ان هو مستاء، الراجل كان هيموت، كان هيتوفى تاني. الجامعه حاسبته على لفظ هو قاله بره الحرم الجامعي اساسا. وبعد كده طلعنا للناس المسؤولين في الجامعه بعد ما حولوا له التحقيق قلنا لهم انتوا برضو ماشيين بنفس الطريقه ونفس العند وهترفضوه. قالوا لا مش هيحصل له اي حاجه واحنا مجرد بس هنديله انذار. فوجئنا تاني يوم ان الولد ده مرفوض شهر، ومعنى رفضه شهر ان هو مش هيحضر الامتحانات، اذا فالسنه راحت عليه. طبعا الطلبه يعني قالت يعني ايه الحل عشان الجامعه تغير طريقها التعسفي ده ونبدا يبقى فيه حوار. فقررنا ساعتها ان احنا ننقل اعتصامنا، ودي كانت النقطه، من اعتصامنا من خارج الجامعه لداخل الحرم الجامعي. يعني انت قعدت في الاول لمده 17 يوم سلمي في خيام بره الجامعه تماما زي ما بيحصل في اي حاجه، محدش استجاب لك، قال لك خليك قاعد، فاضطريت ان انت عشان حد يستجيب لك تفعل او تحرك جزء من شويه تدخل جوه الجامعه. مش بس عشان حد يستجيب لي، عشان في اجراء تعسفي حصل تاني ورفضوا طالب تاني لمده شهر. فقلنا احنا هننقل الاعتصام طالما انتم مستمعينا ومحدش معبرنا وسايبيننا زي الكلاب في الصحراء، احنا هننقل الاعتصام جوه الحرم الجامعي. وفعلا خدنا الخيم ودخلناها جوه. نزل لنا مدير الامن اللواء ممدوح، مدير الامن في جامعتنا، بيهددنا وبيقول لنا شيلوا الخيم دي، وانا اساسا اللي حاميكم في الصحراء، انا مش عايز اقول لكم ان انا اللي حاميكم من اي حاجه حواليكم، ومش عايز اسيب الحمايه بتاعتي، وشوفوا لو سبت الحمايه بتاعتي يحصل فيكم ايه. الطلبه اصرت ان الاعتصام يفضل موجود جوه الجامعه.
فوجئنا ان هو بيدي امر للبادي جاردز اللي الجامعه مأجراهم. الجامعه مأجره البادي جاردز على فكره، دول مش موجودين على طول في الفتره الاخرانيه بعد يعني النظام. دول اصلا امن الجامعه ولا دول لا، جم دول مش في حرس الآخر؟ الجامعة. دول مش امن الجامعه تماما، ده مش امن دول الجامعه. ظهروا في الشهر الاخير فقط. لما حصلت المشاكل. بالظبط. كانوا وكمان منظرهم مستفز عامه. انت لما تخش حرم جامعي معهد علم جاي تتعلم فيه، انت كطالب ليه تشوف بادي جارد واقف وانت جاي تتعلم؟ شعور مستفز، عندك حق. المهم واحنا داخلين واحنا اثناء الاعتصام، اللواء ممدوح ده بعد ما اصرينا الاعتصام يفضل جوه راح مدي امر للبادي جاردات واحنا واقفين تعاملوا معاهم. حصل ايه؟ تعامل معاك ازاي بقى؟ قطعوا الخيم. اه في ناس اتسحلت من الطلاب من اول الجامعه لغايه باب الجامعه، خدوهم شدوهم وسحلوهم. في ناس خدوهم جوه المبنى الرئيسي وضربوهم وخدوا منهم كاميراتهم عشان كانوا بيصوروا. وطبعا في طلبه كانوا بره عرفوا سمعوا الامور، فكلهم الطلبه كلهم اتخضوا وطلعوا بره. المهم سحلوا طلاب وخدوا واحد جوه المبنى، وفي اشتباكات حصلت. الطلبه عايزين يشوفوا زمايلهم اللي جوه اللي بيتضربوا، ففي اشتباكات حصلت. فوجئنا ان الجامعه البادي جاردات او البلطجيه اللي الجامعه مأجراهم بيرموا طوب على الطلاب. ده ادى ان يحصل اشتباكات كبيره جدا، وده كان يوم الاثنين حوالي الساعه 7. الاشتباكات حصلت يوم الاثنين الساعه 7. البادي جاردات كانوا بيرموا علينا طوب ويفتحوا طفايات الحريق في وشنا. في وشك. طب انا استاذنك بس، احنا معانا الاستاذ احمد مختار رئيس اتحاد طلاب الجامعه. أسامة. اهلا معانا احمد اهلا معانا. الو ايوه، لا اسامه مش احمد. اسامه مختار، استاذ أيوة، اسامه حضرتك. مختار. رئيس اتحاد الطلبه. حضرتك رئيس اتحاد طلبه الجامعه. ايوه. حضرتك كان المفروض يبقى لقاء معانا في البرنامج، حضرتك اعتذرت عشان خاطر كان انا في جدا ما قدرتش اجي. كان في اجتماع دلوقتي. عايزين نعرف ايه اللي حصل بقى دلوقتي واخر التطورات. مفيش، هو كان المفروض هنقعد نتكلم مع ناس من الاداره النهارده في موضوع المطالب بتاعت الشباب. بس حصل مشكله ان لقينا حد واحد من الجاردات جه بره في الباركينج. كنا فاكرينه جاي يهاجم على الجامعه او حاجه، بس جه قعد يتكلم، قعد يقول كلام غريب، ونفتكر ان هيبقى فيه مناوشات او حاجه. بس تقريبا جمعنا ان هو جاي يشوف لو في عدد ناس قد ايه عشان لو هم يجوا تاني بقى او حاجه. فاحنا بس قاعدين دلوقتي بنشوف لو هنعمل ايه، او عشان لو هيجوا تاني او كده. يعني هي لسه البادي جاردات موجوده جوه الجامعه؟ لا مش في الجامعه، هم جاردات خرجوا خالص، بس هم تقريبا واخدين الموضوع بيرسونال، يعني واخدين الموضوع شخصيا، ان هم يعني تقريبا عايزين ينتقموا مننا احنا شخصيا. فاحنا مش عارفين دلوقتي احنا الخطوه اللي هناخدها ايه او هنعمل ايه بالظبط، فقاعدين بنشوف بس الدنيا هتبقى فيها ايه. يعني حاليا انتوا معتصمين جوه الجامعه، لكن ما فيش حد من اداره الجامعه يعني حصل تفاوض النهارده او حاجه؟ لا النهارده ما عرفناش. هو معانا ناس من الاداره قاعدين معانا بيشوفوا عشان لو لا قدر الله حصل حاجه يبقوا معانا بس احتياطي. بالظبط كده. طب ليه ما فيش يعني الكلام ده يوم الاثنين الثلاث الاربع الخميس، النهارده الجمعه، يعني لا زال لحد دلوقتي؟ ما فيش. هو الاثنين للاسف كان في احداث عنف ما بيننا يعني في الجامعه، والثلاث نفس النظام. الاربع والخميس كانوا برضو ما كانش فيها اي رد. كنا بنتكلم في المفاوضات بتاعت المطالب. في حاجات عجبت الناس، في حاجات ما عجبتهمش. قلنا لسه هنشوف برضه يوم الاحد تاني هنقعد، او يعني هنقعد تاني نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. طب حضرتك كرئيس اتحاد الطلبه، احنا شفنا ان المفاوضات تصاعدت باقاله رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه. انتوا مصرين على هذا ولا في مفاوضات تكون ابسط شويه، ولا يعني اتجاهكم ايه كاتحاد طلبه؟ مش كاتحاد طلبه، انا اللي جاري ان هو جالي عدد كبير من الطلبه بيطلبوا الموضوع ده، فانا شخص وسيط ما بين الناس دي وما بين الاداره. فانا لو ده طلب الناس انا بوصله للاداره وبحاول على قد ما اقدر ان ننفذه. بس احنا لسه في مرحله المفاوضات، يعني لسه ما فيش حاجه نهائي في الموضوع ده، المطلب ده بالذات. لكن مش فيش اصرار على هذا المطلب تحديدا يعني؟ لا، في الطلبه، في اصرار من الطلبه ان هم عايزين المطلب ده بالذات. يعني هو عاوز اسالك، هو في كم اصابه تقريبا يعني؟ الاصابات ما بين 30 ل 35 تقريبا. طب متوقع ان انت يحصل مفاوضات غدا، ولا انت منتظر رد منهم؟ انت قاعد منتظر رد بقى، ما عندكش حاجه، ما بتعملش كونتاكت يعني؟ بنحاول نكلم اي حد في الاداره نعرفه. الدكاتره برضه واقفين معانا بيتكلموا على الاداره ان هم يشوفوا المطالب بتاعت الطلبه دي ممكن يعملوا فيها ايه. طب احنا بنشكر حضرتك وبنتمنى ان ربنا يوفقك كده ونصل الى انهاء هذه الازمه. شكرا جزيلا يا استاذ اسامه مختار رئيس اتحاد طلاب جامعه مصر الدوليه. معلش انا قطعتك كتير يا استاذ عبد السلام. لا ولا اسف يعني. احنا انتهينا ان الضرب جه من البودي جاردات. طب انا شفت في التقرير ميه، بيرموا ميه
وسمعت ان هم استخدموا خرطوش تمام. انا وفي طوب. كل ده بحكي آه. لحضرتك اشتباكات يوم الاثنين اللي يوم هي كانت البدايه بالليل الساعه 8. اه طبعا بعد ما الطلبه سمعوا الموضوع انتشر جدا، والطلبه عرفوا ان في زمايلهم اتعوروا يوم الاثنين بالليل، في بتاع 6 بالطوب فتح في مساء الدماغ. الاثنين. مساء الاثنين بالليل. فالطلبه عرفوا. فوجئنا ان الجامعه بتبعت ايميل رسمي للطلاب ان يوم الثلاث ده ايه؟ اجازه. اجازه. بس الطلبه لما عرفت ان زمايلهم اتعوروا تجمعوا، وظهرت دعوه بوجود الطلاب امام الحرم الجامعي يوم الثلاث عشان نتناقش مع اي حد في الاداره يفتح تحقيق في الكارثه اللي حصلت يوم الاثنين. تجمع عدد كبير جدا من الطلاب قدام باب الجامعه، وطلبنا من الناس الامن الموجود على البوابه لو سمحتوا عايزين نكلم حد عشان ندخل عشان يحقق في الكارثه اللي حصلت يوم الاثنين. رفضوا تماما. ولما اصرينا لقيناهم فجاه هم اللي ابتدوا مناوشات وفتحوا طفايات الحريق تاني في وشنا. ومن هنا بدا الضرب. بدا ضرب عنيف جدا ومناوشات وضرب بالطوب، وكانوا بيرشوا زي ما قلت لحضرتك طفايات الحريق، وبعد ما يخلصوها بيرموها علينا. يعني دي لو جت في دماغ حد اللي هو رش طفايات الحريق وبعد ما بيخلصها بيرمي الطفايه نفسه. فدي لو جت في دماغ حد كان طبعا دي كارثه. مش بس كده، فوجئنا اثناء الضرب ان في زمايلنا بيقعوا بالضرب الخرطوش. يعني استخدموا خرطوش؟ في استخدام خرطوش مثبت. مسؤول او وزير التعليم العالي نفى اصابات بالخرطوش. الاستاذ وزير التعليم العالي بينفي بدون اي اثبات، وهو ما شافش اي واقعه ولا شاف، بيتكلم كده وخلاص من غير اي دليل او اي سند. لو جه شاف الطلاب، احنا في طلاب في مسعفين عربيات الاسعاف اللي كانت موجوده طلعوا بلي من وجوه الطلاب. يعني كان في حد ممكن عينه تتصفى من اجسام، في طلبه ظهرهم متخرطش تماما ورجليهم. وعامة انا عايز اقول حاجه بس مهمه، ان في بادي جارد النهارده جالنا اللي اسامه قال عليه، اللي اسامه بيقول عليه، اللي جالنا واعترف ان في خرطوش. قال احنا في زمايلنا كانوا ماسكين خرطوش، فالجامعه ما تقدرش تنكر، والتقارير الطبيه موجوده، فالجامعه ما تقدرش تنكر تماما. يعني انت معاكم تقارير طبيه مثبته، تقارير طبيه مثبته. طبعا بعد ما الطلبه في اكتر من زي ما اسامه من 30 ل 35 اصابه، وفي منهم كانت حالات حرجه. مش بس كده، ده وصل بيهم البجاحه انهم ضربوا اولياء امور. في اولياء امور اتضربت كمان. يعني في 35 اصابه، منهم قد ايه خرطوش بقى؟ في حوالي بتاع 6 خرطوش. 6 خرطوش. بس حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا، كارثه يعني ما بتحصلش في اي جامعه. جامعه. كارثه ان جامعه عندها طلاب، وسوري برضو دي جامعه بالمصاريف، يعني الناس دي مش تعليم مجاني، تعليم بالفلوس، ويضرب خرطوش تحت اي مسمى. ودي مش يلا اتفضل كمل. بالظبط. فطبعا الطلبه كان الموضوع انتشر على السوشيال نتورك وعلى الفيسبوك وعلى تويتر ان الطلبه بتموت قدام الجامعه وسايحين في دمهم، فالاعداد كانت بتزيد. اضطرينا ان احنا نخش الجامعه عشان الطلبه كلها خلاص استفزاز بشع من البلطجيه اللي الجامعه مأجراهم، فالطلبه اضطرت تدخل وراهم وحصل اشتباك. الجامعه بيتهمونا في الاعلام ان احنا كسرنا المباني. الكلام ده كذب تماما، لان احنا التكسير اللي في المباني ده كلها ده حصل نتيجه الاشتباكات. كان ده بيحدف طوب وده بيحدف طوب، فادى الى تكسير طبيعي. الازاز اللي اتكسر اللي شفناه في لكن هو عايز اقول لحضرتك حاجه معلش. هو في الاول الازاز اللي اتكسر كان بسبب الاشتباكات. بعدين في النص اللي حصل جوه الجامعه، الجراتات اللي كانت بتتكسر كان بيطلع لنا يحدفوا قصاري زرع وكراسي، يخلعوا بايب ويرموها علينا. هم مش فارق معاهم، هو واحد بلطجي مأجور ب 150 جنيه 200 جنيه في اليوم، مش فارق مع الجامعه. انا فارق مع جامعتي، انا اللي فيها فلوس عشان اجي اتعلم. هو اللي بيكسر. طب انا بمناسبه الكلام دوت، احنا بيقولوا لي في كنترول احنا معانا تقرير عن بلطجي مسكوه كان في الجامعه. طيب حضراتكم جاهزين بالتقرير؟ طب اتفضلوا. انا بس قول الكلمتين اللي عنده. اتكلم. اتفضل يا حبيبي. قول يا جميل. قول بسرعه. قول يا جدعان. قول. طب انت بتتكلم. في واحد اتصل بيا من الجردات اسمه محمد عبده. محمد عبده. جيت هنا الساعه 2 الظهر. جميل. دخلت ازاي؟ دخلت من ورا من هنا اهو. من ورا ازاي؟ مين اللي مدخلك؟ ايه؟ مين اللي مدخلك؟ دخلت وفي واحد جه خدني من هنا اهو. مين؟ اسمه ايه؟ والله العظيم ما اعرف. تبع الجامعه ولا مش تبع الجامعه؟ تبع الجامعه ولا مش تبع الجامعه؟ واحد من هنا اهو لابس بردك بدله سوداء. جميل. بدله سوداء. جميل. لا يا جدعان والله سيبه يتكلم. سيبه يتكلم. طلعت طلعوني فين؟ في مبنى في الدور الرابع. المبنى لمين؟ المبنى ده؟ ايوه بس عشان الدور الرابع. الدور الرابع يا جماعه. ماشي. ما اعرفش دور. ايوه ماشي. كمل يا عم. واللي عندك كمل. اللي بعد السطح يا جدعان. ماشي. اللي بعد السطح. ماشي. جيت اللي بعد السطح اللي هو في ناطحه السحاب. لا ماشي. كمل. يا جدعان يا عم كمل. سمير هتفضل تبص للناس هضربك. ارغي الحوار وخلص يا جدعان والنبي يا جدعان انا مش كده. يلا ارغي. بس يا جدعان هو ده اللي حصل. نزلنا ناس من الطلبه ومن الامن
قال له هننزلكم 2-2. احنا كنا واخدين 2 فوق. جينا نزلنا حظك بقى وقعت يا عيني. يلا اركز يا سامي. والله العظيم 3. قال له هننزلكم 2-2. بقى لي 4-5 ساعات فوق. جميل. والله نزلوا العظيم. جريت ليه؟ جريت ليه؟ عشان عارف ان في طلبه تحت. طيب معاك والله دبله ليه؟ أنا معاك دبله ليه؟ والله عشان معاك دي ليه؟ والله العظيم 3. دي معاك ليه؟ والله بص انت ماشي. لا ثانيه ثانيه. لا قول الناحيه بتاعتك دي ولا لا؟ بتاعتك ولا مش بتاعتك؟ صوت. والله ما بتاعتك. لا انا مطلعها من جيبك. نعم، نعتذر طبعا التصوير كان مش واضح لانه بالموبايل. مطوه في جامعه شيء سيء جدا وبلطجي بيستخدم في الجامعه. ده يعني تعليقك ايه يا استاذ احمد على هذا التقرير؟ انا ما عنديش تعليق بصراحه ان الجامعه لما تجيب لنا بلطجيه يبقى حضرتك بتتكلم في مستوى اخلاقي واقع اصلا متدني جدا. انا عايز اقول بس اقول لحضرتك حاجه. يوم الثلاث اللي هو ان احنا كنا واخدينه اجازه، كان في طالبه ما كانتش تعرف جايه فاكره يوم دراسي عادي، ولما لقت ان ما فيش اجازه كلمت والدتها تيجي تاخدها. على ما والدتها وصلت كان الضرب ابتدى وكده، فوالدتها بتحاول تدخل من الباب بتاع اولياء الامور بتتكلم مع الاداره ازاي يحصل حاجه زي كده في جامعه. فواحد من البولي جاردات شتمها، فقالت له انا هرفع عليك قضيه وهسجنك. واحد تاني اداها اشاره بذيئه يعني، فهي جايه تتكلم انه ازاي مستوى زي ده في جامعه، ازاي جامعه تاجر بلطجيه يضربونا ويشتمونا. هي عايزه اقول حاجه بس، قبل الاشتباكات اصلا كان الجردات طول ما هم موجودين في الجامعه كان بيحصل معاكسات للبنات، كان ممكن يبص لنا بطريقه مستفزه. هم اصلا بيتكلم في مستوى اخلاقي واقع اصلا. انا بتكلم في مستوى في مؤسسه تعليميه بتتعامل مع الطلبه مش عارف يعني مش انهم بني ادمين اصلا. الطلبه اتهانوا واتضربوا، اولياء الامور اتضربوا واتشتموا. انا مش عارف بصراحه. عامه الجرد ده مش هو الوحيد يعني، كان في كلهم كانوا معاهم اسلحه وبيستفزونا وبيضربونا. وموضوع خرطوش كان موجود زي ما عبد السلام قال. كان في ناس، في واحد صاحبنا محمود دمياطي معمول له اشعه خرطوش في خده وفي دماغه باين البلي من الاكس راي ان وشه متخرطش. انا ما عنديش تعليق بصراحه ان لما اداره تجيب بلطجيه يبقى هي مسؤوله. لما مسؤول يجيب بلطجيه يبقى هو مش مسؤول، مسؤول اكبر منه يبقى ما يكملش في المكان. ما يكملش في المكان. لما يكون نائب رئيس الجامعه لشؤون الطلبه مش عارف يتعامل مع الطلبه، لا ما يكملش في المكان. وانا اسف ما حدش يقول لي دي جامعه خاصه وبتاعته، لا دي مؤسسه تعليميه مش كشك سجاير. مؤسسه تعليميه يبقى يديرها باحتراف، يديرها باحترام للطلبه، يديرها باحترام للعمال والستاف كله اللي شغال فيها. مش عارف يديرها باحترام ومسؤوليه اكبر منه ومش عارف يتعامل، ما يكملش في المكان ده. هو انا زي ما قلت لكم كده في بدايه الحلقه، الفكر اختلف. يعني النهارده لما الجامعه اللي هي يعني مستوى تعليمي معين، مش بقى بنقول حتى في الشارع احنا داخل حرم جامعي، بتفكر بدل ما تستطيع ان تدير حوار فعال مع طلبتها جايبين لهم بلطجيه. يعني ده فكر ان انا هستعين بالبلطجي او ببودي جارد، بلاش بلطجي نقول بودي جارد، بالبودي جارد مع طلبه. يعني طب هو قاعد 17 يوم عنده مطالب، انت ما عندكش استعداد تتفاعل مع المطالب. فكر هو زي اي حد ما بيزهق شويه من عدم الاستجابه للمطالب بيحاول يحرك مطالبه داخل الجامعه. فانت كنت مستعد قبل كده ومستعد لاستخدام القوه مش لاستخدام الحوار. نرجع تاني للاستاذ عبد السلام. استاذ عبد السلام، احنا معلوماتنا ان ابن دكتور مرسي في الجامعه، هل ما فيش على المستوى السياسي حد اتدخل؟ لا، هو ابن الدكتور مرسي في الجامعه بس هو ما فيش اي تدخل جه من مؤسسه الرئاسه ولا اي رد فعل. ما فيش اي حاجه جات لنا. لكن بتيجي شخصيات عامه تتضامن معانا وفي ناس في الميديا بيتكلموا معانا. بس انا كنت عايز اوصل بس لحضرتك، كنت عايز اقول لحضرتك لحاجه، ان طبعا بعد الكارثه اللي حصلت والبلطجه واصابه اكتر من 35 طالب، او امبارح ظهر بيان موقع عليه اتحاد الطلبه والحركه الطلابيه وجميع الاسر والانشطه اللي في الجامعه بتطالب بمطالب معينه، منها اعفاء الدكتور حمدي حسن نائب رئيس الجامعه من منصبه، لان هو ده الراجل يعتبر الرئيس الفعلي، هو المسؤول عن الكارثه الكبرى دي. وبرده مدير الامن اللواء ممدوح كان الراجل طلعنا له مكتبه يوم الثلاث وقدم الاستقاله، فاحنا كان ضمن مطالبنا ان الجامعه تقبل استقالته. هي المشكله في الجامعه عندنا انها مش قادره تستوعب الفكر الجديد اللي بعد الثوره. اي حد بيعمل حاجه مش عاجبه دماغ الجامعه يا اما بترفضه يا اما بتستخدم اسلوب قمعي، انها بتجيب بلطجيه يتعاملوا مع الطلاب بطريقه وحشيه تؤدي للاصابات الفظيعه والمناظر اللي ما شفناش في اي جامعه في العالم. فاحنا عشان كده الاعتصام قائم وهيفضل قائم لحين تحقيق المطالب دي كلها. الناس بتقول لنا هو انتوا طلبه فاكرين نفسكم هتحكموا في الجامعه؟ لا، مش قصه تحكم في الجامعه، قصه ان في راجل مسؤول
مش عارف يحل الموضوع غير انه يجيب بلطجيه عشان يقمع الطلاب، يبقى انت راجل مش قد المسؤوليه، اذا فالمكان مش مناسب ليك. هو مسؤول. بص خد بالك، نائب رئيس الجامعه مسؤول اداري بالظبط. يعني ما بقولكش شيء انت بقاش دكتور، خليك دكتور، بس بما انك مش قادر تقوم بالمسؤوليه الاداريه يعني سيب غيرك يقوم بيها. بالظبط كده. طب احنا معانا الاستاذ ابراهيم الديب، الصحفي بجريده صدى البلد، واول من كتب وتعامل مع موضوع جامعه مصر الدوليه. استاذ ابراهيم اهلا بسيادتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك قول لنا بقى يعني رؤيتك بما انك متابع هذا الملف وهذا التقرير في جامعه مصر الدوليه. والله في البدايه خالص احنا لو جبنا الموضوع من بدايته، هو بدايه الموضوع حادث الطالب انطوان سامح، الطالب بكليه صيدله الفرقه الاولى، اثناء مروره الطريق وسياره دهسته. ده طبعا ادى الى غضب شديد جدا بين الطلاب، لانهم طالبوا اداره الجامعه بتوفير او بعمل كوبري علوي لمرور الطلاب من عليه. الطلاب نظموا اكثر من وقفه احتجاجيه، طالبوا اداره الجامعه قعدت معاهم عدد من المرات واقنعتهم ان الموضوع مش في ايديها، هي عملت كل الاجراءات، لكن هناك جهات سياديه رافضه ان هي تعمل الكوبري، لان المنطقه المتواجد فيها الجامعه منطقه عسكريه. الطلاب نظموا وقفات كتير ادت لان اداره الجامعه فصلت 9 منهم، ثم بعد ذلك الطلاب نظموا وقفات اخرى علشان يرجعوا ال9 طلاب اللي تم فصلهم، مطالبين بحق التظاهر السلمي وحق توفير ادوات الامن والسلامه داخل وخارج الجامعه. بعد ذلك بفتره اصيبت طالبه اخرى، هي الطالبه هدير، اثناء مرورها برضو، لكن الطالبه هدير كان عرضوا عليها الجامعه خصصت سياره لنقل الطلاب على جانبي الطريق، لكن الطالبه رفضت في الوقت ده ان هي تركب وصدمتها السياره واصيبت. الاحداث اللي حصلت الاخيره من اشتباكات بين الطلاب والبودي جارد الخاص بالجامعه ليها ابعاد كتير جدا وليها اقاويل كتير جدا. الطلاب قالوا الجامعه استعانت بالبودي جارد علشان خاطر يفضوا الاعتصام اللي هم عاملينه امام الجامعه بالقوه، في حين ان اداره الجامعه علقت على الموضوع وقالت ان البودي جارد منتمين للجامعه بالفعل وهم موظفين في الجامعه، بحيث ان جامعه مصر الدوليه فيها مستشفى لعلاج الاسنان بالمجان. وبعد الثوره قرر رئيس الجامعه اللي هو يكثف الامن عشان ما يكونش فيه انفلات امني، وخصوصا اللي هو ما بيبقاش عارف مين اللي هيبقى جاي المستشفى، سواء كان شخص عادي او بلطجي. الاحداث اللي حصلت كلها يعني بتدل طبعا ان في عدوى انفلات امني اصابت الجامعات الخاصه، وخاصه جامعه مصر الدوليه والذي ينتمي اليها نجل الرئيس عبد الله محمد مرسي. الطلاب بعد ما تم اطلاق الخرطوش عليهم اصدروا بيان وطالبوا فيه ب8 مطالب، اهمها كان قبول استقاله مدير الامن، وكان كذلك اعفاء الدكتور حمدي حسن من منصبه كنائب رئيس للجامعه، والاعتذار للطلاب عما بدر من الجامعه في التعامل مع الطلاب. طب وجود اتفضل يا فندم. وجود ابن رئيس الجمهوريه ما كانش في اي اتصال مؤسسه الرئاسه او خطوات في هذا الموضوع؟ حقيقة احنا بحثنا في موضوع نجم رئيس الجمهورية وموقفهم من الموضوع. صدى البلد استطاعت ان هي توصل لمعلومة ان ابن رئيس الجمهورية بالفعل كان متواجد قبل وقوع احداث الاشتباكات، لان الجامعة بعد الاحداث اللي حصلت مؤخرا ارسلت عبر الايميل للطلاب بتأجيل او بتعليق الدراسة لاجل غير مسمى، وهو ما لم يطلع عليه نجم الرئيس، فذهب الى الجامعة في صباح اليوم التالي، الا ان البودي جارد والامن منعهم من الدخول، قائلا له ان مفيش جامعة النهارده وابعد عشان ممكن تحصل اشتباكات. ده خلى نجم الرئيس يبعد وما شاركش في اي حاجة، لكن مؤسسة الرئاسة اعتقد ان هي اعتبرت نجمها طالب من ضمن الطلاب وليس من حقها التدخل في شؤون داخلية للجامعة. ولكن إذا نظرنا للموضوع من جهة أخرى
فكان من الاولى لوزير التعليم العالي ان يتدخل بسرعه، اما بسرعه فض الامر والاستجابه للمطالب المشروعه للطلاب وبحث الامر، ولكنه في تصريحات اخيره عبر وسائل الاعلام قال انه لا يعلم ان يكون هناك احد من الطلاب قد اصيب بخرطوش، في حين ان الطلاب بالفعل اصيبوا بخرطوش. فهذا يعني ان وزير التعليم العالي لا يعلم ان كان طلابه اصيبوا ام لا. فده في حد ذاته يعني خطأ كبير جدا وقع فيه وزير التعليم العالي اكيد يعني. طب انا عاوز اقول لك حاجه من خلال البحث في هذا الموضوع. وجد ان هذه الجامعه مبنيه على زمام جمعيه احمد عرابي، وهي ارض زراعيه، ورئيس جهاز مدينه العبور لما سالوه في جزئيه الكوبري قال ان الجامعه لم تستكمل تراخيصها بعد. انت عندك فكره عن هذا الموضوع؟ حقيقة لا أعلم عن هذا الموضوع شيء ولم أبحث فيه إطلاقا، لكن أنا ما عنديش أي معلومة عن الموضوع ده. المعلومة اللي عندي من تصريح الدكتور حمدي حسن نائب رئيس الجامعة اللي هو رفض عمل الكوبري هو بسبب جهات سيادية لأنها منطقة عسكرية، لكن هذه معلومة جديدة لأول مرة أسمعها، وأودك أن أتحدث دقة فيها وأبحث عنها. طب ايه اخر التطورات بقى؟ يعني هل في تحركات وهم مصعدين المطالب بدرجه يعني ايه؟ يعني طالب او يعني الطلاب بيطالبوا باقاله نائب رئيس الجامعه، فيعني ممكن تكون هم يعني شايفين ان الموضوع يعني كبير شويه اقاله نائب رئيس الجامعه؟ هو الموضوع ليس بكبير. الموضوع هم طالبوا باقاله نائب رئيس الجامعه. انا عايز اقول لحضرتك يعني المشهد مؤخرا في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه هو استمرار اعتصام الطلاب. الطلاب دخلوا جامعتهم امبارح وقاموا بتنظيف الجامعه وقالوا ان دي جامعتهم ومستحيل ان هم يخربوها، ثم بعد كده استمروا في اعتصامهم من خارج الى داخل الجامعه ومستمرين في اعتصامهم، وتعليق الدراسه ما زال مستمر. النيابه استدعت رئيس الجامعه دكتور شبل الكومي وصاحب الجامعه لسماع اقوالهم. التصعيد ما زال مستمر الاعتصام الى ان يتحقق للطلاب مطالبهم الثمانيه المطالبين بها. هو ده الموقف دلوقتي. يمكن في حاجه حابب الوه بيها لو حضرتك اردت ان تثيرها ايضا ضمن الموضوع، وهي مفاجاه اخرى داخل جامعه مصر الدوليه بعيدا عن الاشتباكات، بعيدا عن الحادث الذي اصاب الطالب انطوان سامح. هو تخصيص غرفه خاصه لنجم الرئيس محمد مرسي وحارسه داخل الجامعه. طيب انت شايف ان الوضع يعني متابع كده قد ينتهي الى ايه؟ ولا يعني انت مش شايف له تصور نهائي يعني بصفتك الصحفيه يعني؟ الوضع قد ينتهي، يعني الوضع كله زمام الامور كلها الان في يد دكتور جمال نواره ودكتور مصطفى مسعد، هم القادرون على حل هذا الامر. الطلاب مصممين على إقالة دكتور حمدي حسن وإعفاء الدكتور علي أبو بكر من أي مناصب إدارية والاعتذار الرسمي من قبل الجامعة لهم. أعتقد من وجهة نظري الشخصية إن لم تتحقق تلك المطالب للطلاب فهم مستمرون في الاعتصام. الطلاب على حسب قولهم بيدفعوا فلوس، بيتعلموا، هم مش بلطجية، هم مش بيخربوا، هم مش بيسرقوا. وكانوا رافضين تصريحات المسؤولين في الجامعه ان في اجهزه تمت سرقتها، متهمين عدد من الطلاب بسرقتها وهو ما استنكره الطلاب. الوضع سينتهي اما للتغطيه عن الحادث يعني. اتفضل يا فندم. لا للتغطيه عن الحادث، فيقول لك في حاجات اتسرقت يعني. ده هيبقى ده بالظبط. بالظبط، وهو ده الطلاب استنكروه بشده بصراحه يعني. الوضع هينتهي لو نائب رئيس الجامعة قدم استقالته، اعتقد وقامت رئاسة الجامعة بتقديم اعتذار الطلاب، اعتقد ان الامور ستسير على ما يرام وتستمر الدراسة ولن نجد تلك المظاهرات مرة اخرى. بالاضافة حتى لا ننسى المطلب الاساسي والرئيسي
لتلك الازمه هو انشاء كوبري علوي للطلاب وتوفير وسائل الامن والسلامه داخل وخارج الجامعه. استاذ ابراهيم الديبي، احنا بنشكرك على التغطيه الهامه دي، انت افدتنا كتير وشكرا جزيلا. استاذ عبد السلام، انا بس عاوز اسالك سؤال. احنا شفنا في التقرير دلوقتي هو بيقول الاستاذ جمال نواره ده مندوب التعليم هو اللي كان ظاهر في التقرير. تمام. شفنا الطلبه بيطردوه، يعني هو بيقول لك هو في ايده الحل بصفته ان هو مندوب وزير التعليم. طب تمام، زي ما حضرتك قلت استاذ جمال نواره جالنا يوم الثلاث، بس هو تقريبا ما كانش مقدر الموقف ولا مقدر الحدث، كان جاي يتكلم بنبره ده زي والدكم، هدوا الموضوع وان شاء الله الدنيا تتحل. فالطلبه متعورين ومتبهدلين ومضروبين بالخرطوش، فطبعا كانوا رافضين اي حل زي ده او اي موقف زي ده، فاستفزوا جدا من التصريحات دي، فبالتالي حصل المشهد اللي حضرتك شفته. انا عايز اقول حاجه بس، ان شيء مخزي ان جامعه تتهم طلاب اللي فيها بالسرقه. يعني ما هو بقى ما دي اللي هي بيسموها الوغوشه يعني. بالظبط، هو عايزين يعني طلبه يعني بدفع الشيء الفلاني كل سنه. هل انا بدفع؟ هو سؤال، هي مصاريف الجامعه تقريبا كام؟ بتتراوح من 25 ل 40 الف جنيه. فهل انا في حد هيدفع مبلغ زي ده ويكون بلطجي ويجي يكسر ويسرق؟ طبعا دي كلها ادعاءات عشان يغطوا على الحدث ويغطوا على الضعف اللي هم فيه. وطبعا انا عايز اقول ان الاعتصام هيفضل متكمل ومش هيتفض غير بالمطالب دي لما تتحقق ان شاء الله، لان دي جامعتنا. يعني انا عايز اقول رساله ان دي جامعتنا، واحنا عايزين الجامعه دي تفضل احسن جامعه، وعايزين نرجع دراسه النهارده قبل بكره. بس الدراسه عمرها ما ترجع والدنيا عمرها ما تستمر غير لما الاداره تتغير او طريقه الفكر تتغير، عشان نقدر بعد كده نمشي قدام والدنيا تبقى احسن. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه بس. اتفضل استاذ احمد، اتفضل. المطالب اللي احنا حطيناها في منهم مطلب قديم جدا من قبل موضوع الكوبري، من قبل الحوارات دي كلها. اللائحه الداخليه للجامعه، احنا ما عندناش لائحه تاديبيه. احنا بنتعاقب على دماغ الجامعه، بيتكتب تحول للتحقيق ما اعرفش ايه السبب، واترفض ومش عارف ايه السبب، ويتكتب في الاعلان مخالفه النظام العام للجامعه، وما فيش اصلا نظام عام للجامعه، هو بيتكتب بدماغ الجامعه. احنا اللي احنا عارفين واحد داخلين الجامعه في اول يوم في اول سنه قالوا لنا النظام العام ما تدخلش في كوتشينه، ما بسلاح بشورت بشبشب. خلاص انت دي المشاكل، انا اصلا مش فارق معايا، حاضر هعملها لك. لكن انت بتعاقبني على اساس لائحه مش موجوده اصلا، وبتحطني انت مش حاطط لي قيود او مربع اتعامل فيه. انت اي حاجه غلط في مزاجك انت فهمتها غلط فتعاقبني على اساسها. وحتى في الاعلان ما بيكتبش السبب او الخطا اللي انا عملته عشان حد مثلا يتعظ يشوفه فيقول انا مش هعمله. يتكتب النظام العام للجامعه ومحدش عارف ايه هو النظام العام غير الجامعه. المطلب ده من زمان ان احنا عايزين لائحه تاديبيه احنا نحطها ونصوت عليها من كل الطلبه اللي في الجامعه عشان نقدر نحكم العلاقه بين الاداره وبين الطلبه. طب هو ده بيسيرني نقطه مهمه قوي عاوز اسالك عليها. اتفضل. انت شايف ان تغيير الفكر افضل ولا تغيير القياده افضل؟ يعني انت قلت يعني محتاج نظام، محتاج سيستم، هي المشكله، ولا القياده مجرد نشيل القياده في ممكن كان دي. القياده تتغير قبل كده، بس دلوقتي في دم. الفكره ان انا ما ينفعش اتصالح، ما ينفعش ان انا اقبل ان دكتور حمدي خلاص هعمل لكم مطالب، بس يعني مثلا دلوقتي لو الكوبري اتعمل المشكله ما اتحلتش. لو اللائحه تبقى شوك كبير جدا قطعناه طبعا ونجاح، بس لو الكوبري اتعمل المشكله ما اتحلتش. انا بتكلم في ان انت اتاخرت وما ردتش عليا، فانا عايز قياده بفكر جديد، انا عايز اشخاص يتغيروا بفكر جديد. ما ينفعش حضرتك تغير فكرك بعد ما عورتني، بعد ما اجرمت في حقي وفي حق ولي امري وفي حق والدتي بانك تسبها، وفي حقي بكل الطرق الغير اخلاقيه اللي اتعاملنا بيها ان انا سامح. مستحيل ان انا سامح وانا اتعورت واتهنت واتمنعت من دخول جامعتي واتسرقت كمان، ان انا اسرق جامعتي. الفلوس اللي انا بدفعها، الحاجات اللي انا شاريها بفلوسي، تتهموني ان انا اسرقها؟ ويطلع الدكاتره في الاعلام يقولوا الطلبه سرقوا ودخلوا المعامل وخدوا حاجتي، ويتهموني ان احنا سرقنا كاميرا، لان الكاميرا ثمنها 1000 جنيه وانا بدفع 30000 جنيه او 35000 جنيه. ازاي بانهي منطق انا هدفع المصاريف دي كلها؟ حضرتك طالب في كليه هندسه ازاي هدفع المصاريف دي كلها وهسرق كاميرا ب 1000 جنيه؟ طب ازاي بتهني بالطريقه دي؟ ازاي تقبل الدكتور يقبل على نفسه ان يقول على الطالب بتاعه حرامي؟ بس انا مش متخيل. يعني انت بتغلط في الطلبه اللي هم اكبر ترس في المؤسسه التعليميه ديت، ومقتنع انها تمشي بنجاح. مش ممكن، مش مستحيل المؤسسه اللي انت بتديرها دي تمشي بنجاح وانت بتهين الطالب اللي هو اهم واكبر ترس في المؤسسه دي. طب لو اتكلمنا عن العلاقه بين الطالب والاستاذ، انت شايف نسبه قد ايه من اساتذه الجامعه بره بقى الاداريين، نائب رئيس الجامعه ورئيس الجامعه، متعاطفين معاك ومدى التعاطف ومدى التفاعل؟ ممكن لا 50-50، في كده وفي كده. مش ما اقدرش اقول نسبه كبيره متعاطفه معانا ونسبه كبيره، عشان زي ما في ناس متعاطفه معانا وينزلوا يتكلموا معانا ويكتبوا على الفيسبوك ان هم متعاطفين. يعني في دكتوره انا مش قادر اشكرها ازاي، مش عارف اشكرها ازاي بصراحه. يعني كل مره تكتب انا الطلبه بتوعي مش حراميه، الطلبه بتوعي ما يتسرقوش، الجامعه هي اللي غلطانه، هي اللي استفزتهم، المشكله كانت في الاداره من الاول. انا عايز اقول لحضرتك ان المشاكل مش مع الطلبه بس، المشاكل مع الاستاف كله بتاع الجامعه. الاداريين بيتعاملوا مع كل حد في الجامعه تحتهم على انه عبد.
الناس ما بتتعاملش باحترام، العمال ما بيتعاملوش باحترام، الدكاتره والمعيدين ما بيتعاملوش باحترام، السياسه اللي بيتعامل بيها مستفزه جدا. عايز اقول لحضرتك حاجه، مشكله من المشاكل اللي انا عرفتها، في مشاكل كتير يعني. المراقبات، انا متعاقد ان انا اشتغل وعدد ساعات وشغل في الجامعه وايام كذا وكذا وباخد مرتب بس. المراقبات وقت الامتحانات انا مش مأجور عليها، بروح اراقب وبمشي. لو اتاخرت مثلا دقيقتين او 3 دقايق بتحول للتحقيق، وايا كان العذر مش بيتقبل، والمراقبه ب 500 جنيه بتخصم من العامل او من المراقب طالب، انا اسف معيد او دكتور 500 جنيه. ومثلا لو يوم عندي فيه 3 أو 4 مراقبات وغبت هيتخصم مني 2000 جنيه، ده ممكن يكون نص مرتب بعض الناس. انا فاهم حضرتك ان الجامعه بتتعامل ازاي، فكر مش ممكن العجرفه والغطرسه والفرق الكبير بينهم وبين يعني الاداره بتعمل ان انا اداره ومحدش يقدر يكلمني، والناس اللي تحتهم في فرق كبير، في مسافه كبيره جدا من الفكر. كفايه انك مش بتحترم الناس اللي شغاله تحت ايدك، اللي بتدير المؤسسه دي انت مش بتحترمهم. بس اتفضل. على فكره برضو احنا في اي حلقه، وده يعني انتوا متابعين معانا عشان توصل لحقيقه، بتحاول توصل لراي وراي الاخر. احنا طلبنا الدكتور محمد الطيب وكان المفروض يجي في هذه الحلقه، ولكن هو اعتذر. طلبناه دلوقتي من الكنترول على التليفون، قال ان هو في اجتماع، فطبعا عدم اجابه حد من وايضا حاولنا بعض الاتصالات مع اداره الجامعه برضو اعتذروا بشياكه. فاحنا وجهه النظر حاولنا الاخرى ان احنا نجيبها، لكن هم لم يستجيبوا. يعني شايف ده ليه؟ ممكن هروب، ضعف، لان كل مسؤول طلع في الجامعه كذب، ما قالش الحقيقه. قال بعض حاجه رئيس الجامعه الدكتور شبل الكومي قال في برنامج على قناه اليوم ان يعني المذيع ساله حضرتك ليه اديتهم يوم الثلاث ده اجازه، اللي هو قبل اليوم اللي حصل فيه الاشتباكات والمشاكل دي كلها. قال لهم حضرتك احنا كل يوم من كل شهر بنديهم يوم اجازه كده يريحوا فيه، وده ما حصلش. انا في سنه رابعه اول مره اعرف ان احنا عندنا يوم الثلاث ده اجازه، بس ما اعرفش حاجه زي كده. كل مره بيطلع بيهرب يعني، مبرر يعني مش عارف، مبرر مكشوف يعني. ما هو بالظبط هم دلوقتي عدم الظهور او عدم الرد، لان هو مش هيلاقي دليل يرد بيه او معهوش سند قوي يرد بيه، لان الموضوع كله باين وموثق. يعني كل الخرطوش معروف ومثبت طبيا ومثبت بمحاضر وكل شيء معروف، والجامعه عارفه كويس ان مين المخطئ ومين المسؤول. فلنفترض في يوم من الايام ان في طالب مثلا متعصب شويه او متحمس، هل انا كجامعه اتعامل معاه بان انا اجيب له بلطجيه يضربوه ويقمعوه؟ شيء مستفز جدا بصراحه. شيء ليك حق والله. طب احنا خلاص تقريبا الحلقه انتهت بكمين في كنترول. عبد السلام عاوز تقول ايه لو حبيت تنهي الحلقه؟ يعني انا عايز اوجه رساله بس لكل الطلاب اللي عندنا في الجامعه، ان الجامعه ممكن الفتره الجايه تلعب على نقطه ان احنا الطلبه اللي معطلين الدراسه، وان احنا الطلبه اللي بنضيع مستقبل زمايلنا، زي بالظبط القصه بتاعت عجله الانتاج اللي كانوا بيضحكوا بيها علينا ايام ميدان التحرير. فدي انا متاكد ان دي النغمه الجايه اللي هيلعبوا بيها، ان هو ادي الطلبه المعتصمين مش هيدخلوكوا الجامعه، مش هتكملوا السمستر، مستقبلكم هيضيع. احنا عايزين نفهم كل الطلبه ان احنا قاعدين في الاعتصام ده عشان كرامه كل واحد في الجامعه دي. ما ينفعش طالب يجي يتعلم يتضرب، يتهان، يتشتم. فانا عايز اقول الاعتصام هيفضل قائم لغايه ما الاداره دي تتشال، عشان تيجي باداره بفكر جديد، وان شاء الله جامعتنا دي تبقى احسن جامعه في الدنيا. يعني بنتمنى طبعا. استاذ احمد؟ زي ما سلام قال، انا هدفي ان جامعتي اللي انا بنتمي ليها يبقى احسن مكان، ان انا اخرج ابقى متشرف ان انا كنت في جامعه مصر الدوليه، مش في الجامعه اللي اهانتني، مش في الجامعه اللي ضربتني. بتكلم في ان المؤسسه دي تتغير لانها خلاص قطعت كل خيوط الاتصال بينها وبين الطلبه. انت واحد ما عرفتش تحتوي الطلبه، لا خلاص بعد اذنك اتفضل، وتتحاسب الاول، تتحاسب على الجريمه اللي انت عملتها، اخطات في حق كل طالب فيها في الجامعه عندك، تتحاسب الاول بعدين تمشي. مش هقبل ان يبقى موجود مجلس اداره للجامعه بيهين الطلبه بتوعه، بيعملهم على انهم مش عارف يعني، انا مش عارف يعني انت ازاي مش عارف تحافظ على ارواح الناس؟ ازاي بتتمص يعني بتبعد عن المسؤوليه، تقول مش مسؤوليتي، وبعدين تجيب ناس يضربونا وتطلع في التلفزيون تضحك وتقول لا ده الحرس بتاع الجامعه. مش قادر افهم لما يبقى نائب رئيس جامعه بيتعامل مع الناس بالاستخفاف دوت، ومش يهم ارواحهم. فكره بس ان احنا نكمل السنه او كده، لا، اسبوع اعتصام، اسبوعين لو شهر اعتصام، حاجه قليله جدا ورخيصه جدا قصاد حياه وكرامه كل طالب في الجامعه. بنختم حلقتنا، التعليم هو ممر التنميه. يعني احنا لو عاوزين لو عندنا ممر هو بدايته من التعليم. لما جامعه تحس ان فيها مشكله ما، وان الطلبه قد يعملوا بعض اجراءات، فبدل ما تدور على الحل انها تصل الى حوار، او يعني الطلبه طلبت قال لك في جهات سياديه طلب عدم وجود كوبري، طلبوا ورقه ما عندوش ورقه، لان هو عنده مشكله ممكن تكون في تراخيصه، عنده مشكله ان الارض فيها مشكله، فمش عاوز يقول للطلبه، ما بيصرحهمش بالحقيقه. فالموضوع تصاعد، وهو فكر في الحل الامني،
يعني هو فكر بدايه في الحل الامني ودماغه جت جوه الحل الامني، فعشان كده ما عرفش يوصل لحل توافقي، لانه ابتدى الاول لما جاب بودي جاردات هو فكر في الحل الامني. هو لو هو مش قلقان وعارف ان هو يستطيع ان يستوعب الطلاب ما كانش جابهم. لكن كون انت فكرت تبتدي تجيب بادي جاردات يبقى انت في دماغك الاول فاكر ان عصا الامن هي بتحل مشاكل. عمر عصا الامن ما هتحل مشاكل في ظل وعي اعتقد موجود وبخاصه في مستوى تعليمي عالي، وايضا في ظل وسائل الاعلام. يعني مستحيل هيبقى في علاج امني في الوضع الحالي، واي حد يفكر في ان يكون حل امني ما اعتقدش انه هيوصل لنتيجه. تاني حاجه انا كنت عاوز اقول عليها، يعني برضو عشان نقول هذه الجزئيه، لو نفترض ان هناك مشكله على الارض او هناك مشكله في التراخيص. انا كنت قاعد مع المستشار عادل عبد الباقي من سنه 96، قال لي ده كان رئيس بنك العقاري، قال لي انا قلت اجيب للدوله 6 مليار جنيه من بعض المناطق العشوائيه في فيصل وفي الجيزه اللي هي مبنيه على ارض زراعيه، ان احنا نقنن اوضاعهم ونسجل ويبقى المباني لها تراخيص. الدوله رفضت 6 مليار جنيه باسعار 96. ده كان في المؤتمر الاقتصادي اللي كان موجود 96. انا عاوز اقول لو نفترض جدلا ان هناك مشاكل قائمه نتيجه غياب كل حاجه في السنين اللي فاتت، في ال10 وال20 سنه اللي فاتت، ليه الدوله ما تفكرش بقى ان نشوف مجموعه التقنينات دي كلها ونحاول نقننها؟ لو في مشاكل في تراخيص هنا نحاول نعملها، لو في مشاكل اتبنت على الارض زيها نحاول نعمله، نوصل لنتائج. كل حاجه تفضل مش واصله لنتيجه نهائيه بتؤدي لمشاكل اكثر. تاني حاجه بنقول ان الحل الامني في اي مشكله عمره ما هيكون حل. انت لو انت ربيت الطلبه على الحل الامني فانت بتطلع اعتقد مواطن غير صالح. نتمنى لجامعه مصر الدوليه زي ما المهندس احمد فرغلي منسق كليه الهندسه قال، وبنشكرك. وايضا بنشكر عبد السلام نشأت منسق الكليات في الحركه الطلابيه. والى اللقاء في حلقه قادمه، مع تحيات اسره البرنامج وتحياتي اشرف قابيل.